صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنبدأ فيديو جديد النهاردة، يوم جديد. هنبدأ فيديو نكمله على الفيديو بتاع امبارح، يا رب يكون عجبكم. يلا بينا نبدأ على طول. اول حاجة النهاردة هنتكلم فيها هي الجسم طبعا، احنا عارفين ان هو يعني مهم جدا جدا ان احنا نعتني بيه زي ما بنعتني ببشرتنا. بس خطوتين اتنين بس، مش اكتر منهم. اول حاجة، لو انت بتعملي السويت او بتعملي الشفرة، السويت دي يعني خليها على جنب دلوقتي. الشفرة عموما بتبقى تحت الشاور بتاعك وانت تحت الدش، وبتبدأي تعملي جسمك كله. ما بياخدش 10 دقايق، ما بياخدش ثواني اصلا منك، وبتكوني خلصتي خالص. مبدئيا كده مهم جدا ان انت تعتني بجسمك وتعملي له سكريب او مكشر، حتى يا ستي مره كل شهر، كانك رحتي حمام مغربي زي ما بتعملي لبشرتك وبتعملي لرجلك وايدك. ده مهم جدا جدا ان انت تعملي لجسمك. السكريب او التقشير هيبقى عبارة عن ايه بعد طبعا استخدامك للشفرة لو انت بتستعمليها، او السويت لو انت عملتي. اول حاجة هتجيبي شوية سكر على حسب تقديرك لنفسك، وشوية شاور جيل من اللي انت بتستعمليه، وليمونة، وزيت عطري انت بتحبيه او مفضل عندك، او اي نوع زيت عندك، بس زيت عطري عشان يديكي ريحة حلوة اكتر. تمام. الزيت العطري هيرطب معاكي كتير جدا جدا في جسمك. الليمون هيفتح معاكي الاماكن الغامقه. طبعا كل ده بيبقى بالاستمرار مش من اول مره، بس الليمون عامل قوي في تفتيح الاماكن الغامقه. السكر طبعا اللي هيقشر لك الجلد الميت. هتعملي بيه فرق كده في حركات دائريه برضو لجسمك وانتي برضو تحت الشاور. ممكن لو عندك ليفة مغربية تستعمليها، هتبقى كويسة جدا معاكي. بس على الناحية الطرية، الليفة المغربية بتبقى وشين، في وش خشن وفي وش الناحية التانية طري. فانتي استعملي الناحية الطرية، لان انا ياما استعملت الناحية الخشنة دي، وبصي هتلاقي تجاريح في بشرتك، يعني اللي هو في جسمك. هتلاقي حاجات كده صعبة جدا من الناحية الخشنة دي. الجلد ما بيستحملهاش، على قد ما جلد الجسم دوت بيبقى يعني ممكن نعمل له سكريب بالملح كمان عادي. بس غلط ان احنا نستعمل الليفة المغربية من الناحية الخشنة، لان هي بتعور وبتجرح في الجسم جامد. الخطوة اللي بعد كده وهي العناية بالأسنان. طبعا المفروض ان الأسنان دي حاجة يومية أو روتينية عندنا، ان احنا على طول دايما كل يوم نغسل سناننا على الأقل مرة واحدة قبل النوم، لو انت مش متعودة ان انت تغسلي سنانك قوي. تمام. في عندي بقى الروتين العناية بالأسنان، طبعا هنعمل له فيديو إن شاء الله مخصص، بس نتكلم في السريع كده عنه علشان خاطر تبقي عارفة كل حاجة. طبعا بيبقى بالمعجون والفرشة عادي. طيب في حاجات كده بتتعمل طبيعية من البيت، بس الحاجات دي لو هتعمليها من البيت، زي مثلا الحاجة اللي فيها كربونات صوديوم، او الحاجة اللي فيها مثلا ملح والحاجات دي، بتبقى مرة كل اسبوعين. عشان خاطر من الاسنان تحافظي عليها. من الاسنان دي بتبقى طبقه فوق الاسنان، بتتاكل كل ما بتحطي حاجه فيها مثلا ماده قويه او حامض، فبتلاقيها بتتاكل معاكي واسنانك بتبدا تضعف. فده غلط جدا جدا، حاولي تحافظي عليها. احنا عايزين نهتم بيها بس مش لدرجه ان احنا نوقعها خالص. تمام. اول حاجه، انا اتكلمت في فيديو قبل كده، فيديو من الشورتس يعني، وقلت بودرة اللي هي سموكر دي كويسة حلوة قوي. بتساعد ان هي اسنانك بتزيل التسبخات والاصفرار اللي في الاسنان. بس انا مش بستعملها غير مرة واحدة في الاسبوع، لان زي ما قلت لكم من الاسنان مهم جدا ان احنا نحافظ عليها من اي حاجة. تاني حاجة برضو جربتها وهي بارادونتكس، بس حقيقي ما استريحتش عليه، ما عجبنيش. يعني مرتين تلاتة ورحت سايباه بعد استخدامي ليه، يعني مكملتش ان انا اجربه. ما حبيتش استخدامه، ما اعرفش ليه بقى، بسبب ريحته، بسبب حاجة تانية، الله اعلم. تالت حاجة واللي لسه جايباها من قريب، وهي دي حقيقي اللي ماشية عليها، البودرة بستعملها مرة واحدة في الأسبوع، ومعاها معجون الأسنان بالفحم. طبعا الفحم في معجون الأسنان العادي، وفي معجون الأسنان اللي هو بالفحم. انا جبت اللي هو بالفحم وكويس برضو معقول، وبستعمله ومريحني الحمد لله. بس في حاجة، الفحم مش شرط ان انت تجيبيه يكون معجون بالفحم، ممكن تجيبي اقراص الفحم اللي بتبقى في الصيدلية، سيبلكوا صورته هنا، وتطحنيهم، وتبداي تخلطي معاهم شويه ميه او شويه ميه او شويه من معجون الاسنان بتاعك العادي، وتبداي تعملي بيهم فرك لاسنانك. طبعا الفرك بيكون من فوق لتحت، من فوق لتحت بالراحه، مش جامد. احنا لو هندعك كام مرتين في اليوم مثلا،
كل يوم كده جامد جامد جامد، احنا كده مش هنلاقي اسناننا. فخلي بالك بالراحة وعلى قد ما تقدري، ما تخليش الفرشة تلامس اللثة، ويبقى بالراحة كده من تحت لفوق. الفرشة ما بتبقاش كده رايحة جاي، لا بتبقى من تحت لفوق كده بالراحة. تمام. ده كده روتين العناية بالأسنان. بعد كده الروتين العناية بالإيد هو ما يعتبرش روتين، بس احنا دايما مهملين ايدينا. بس دايما في اي ماسك انا بقول لكم اعملوه لبشرتكم لازم تعملوه لايديكم. الصن بلوك لو هتحطوا لبشرتكم تحطوا لايديكم، الجزء ده بيبقى متشاف قوي قوي قوي، وده دايما التعبان معانا. الجزء ده الايد دي دايما شغالة في كل حاجة، وخصوصا لو انتي ست بيت هتلاقي نفسك بتغسلي مواعين، بتنضفي، بتعملي، فايدك دايما تحت المية، ايدك دايما مستهلكة. فلازم روتين عناية بيها تحافظي عليها منها. اول حاجة هنبرد ضوافرنا، او لو انت بتستعملي القصافة مش مشكلة، استعمليها وقصي ضوافرك خالص، شيليهم زي ما انا بعملهم، وبعد كده تمسكي المبرد يعني تسوي شكل الضفر، بس ما تاكلهوش قوي بالقصافة او بالمقص، وتبدأي ان انت تسوي شكله كده، وتخلي الضوافر شكلها منتظم وحلو ومبرودة كده بقلب في المبرد. تمام، بالمبرد، سوري. بعد كده بقى هتعملي سكريب عبارة عن ملح واي زيت انت عندك، زيت جوز هند، زيت لوز حلو، زيت زيتون، اي نوع زيت عندك، حتى لو زيت بيبي جونسون اللي انا عملت منه امبارح في الفيديو. هتعمليهم وتعملي فرك لايدك كلها كلها. واي ماسك هتعمليه لبشرتك هتبداي تعمليه لايدك بعد السكريب ده. طبعا الملح علشان ما ينفعش ان احنا نحطه على بشرتنا، ممكن تعملي السكر برضو هنا، بس الملح هيبقى اقوى شوية، فيستحسن ان انت تعملي الملح ومعاه اي نوع زيت. وزي ما هتعملي لايدك ممكن تعملي السكريب ده كمان لرجلك، يعني هتعملي سكريب التقشير ده لرجلك وايدك مع بعض. بعد ما عملتي بقى سكريب التقشير لايدك خلاص، لو انت بتعملي ماسك لبشرتك زي ما قلتي ممكن تعملي ليها، وبعد كده لما تشطفي ايدك هترطبي عادي. طيب الضوافر ما بتترطبش غير بالزيت، يعني نقطة زيت على كل ضافر كده، وتدعكي كده حوالين الضافر والزوائد بتاعته الجانبية، حاولي تشيليها برضو بالراحة، وتنضفي حوالين ضفرك برضو، خلي بالك علشان بتبقى فيه اتساخات انت ما بتكونيش شايفاها. ونقطة الزيت، وهتحاولي تدعكي بقى في الجوانب بتاعة الضافر علشان خاطر تقويه اكتر. عندك زيت اللوز الحلو، عندي زيت اللوز الحلو انا حاطاه في علبة بتاع الدواء يعني عشان ما عنديش، ما كنت جايباه سايل. تمام. زيت اللوز الحلو او زيت جوز هند او اي زيت، المهم ان انت بعد ما تعملي الكلام الجميل ده كله سكريب وتقشير، وهتعملي بعد كده الماسك وهترطبي ايدك، لازم نقطة زيت كده على كل ضفر، اقل من نقطة، ما يعني حاجة كده بس ترطب لك شكل الضفر. ده بقى خطوة العناية بالقدمين، احنا عملنا لها السكريب زي ما عملناها لايدينا، الملح والزيت. بعد كده محتاجين ليها ماسك زي ما بنعمل لبشرتنا برضو. ممكن تعملي بدل الماسك تنقعي رجلك في المية وكأنك عملتي باديكير لنفسك في البيت. هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف، انا عملته قبل كده مش هعمله تاني. ممكن بقى حاجة تانية بدل ديت تعملي ماسك كده على السريع. هتاخدي معلقة قهوة وليمونة هتعصريها على معلقة القهوة، ومعلقة بيكربونات صوديوم، وهتاخدي معلقتين من الصابون المغربي بتاعك او الشاور جل. بس لو عندك صابون مغربي يبقى كويس، انا كنت جايبه الصابون بتاعي دوت، ممكن انا هستعمل منه. انا لسه ما عملتهاش الخطوه دي النهارده، بس ان شاء الله ربنا يكرمني واقدر اصورها لكم واوريها لكم وبعملها ازاي. بس انا قلت لكم اقول لكم على تفاصيل بحيث لو ما عرفتش اصور ولا حاجه. تمام. وهتبداي تفركي الخلطه دي كلها، هكتبها لكم. هتبداي تفركي لمده ربع ساعه برضو كده فرك في رجلك، وبعد كده هتشطفي رجلك وهترطبي وتلبسي شروب. تمام. قبل ما تنامي طبعا، يعني هترطبي كعب رجلك وتلبسي شروب. ولو عندك حجر قدم يستحسن ان انت تفضلي تدعكي بيه كده لحد ما رجلك تشيل الجلد الميت وكل الزوايد اللي هي بتبقى في كعب الرجل من تحت دي. ده كان كده الفيديو بتاعي، خلصت كل الخطوات اللي انا عايزه اقولها. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للقناه لو انتوا لسه مش مشتركين او اول مره تشوفوني، وتعملوا لايك للفيديو ده على طول. مع السلامه.